مستحقات الحكام. طبعا مستحقات الحكام سواء في الدوري موسم 2021 2022 يعني عايز اقول 70% منها ما اتصرفش. طبعا مستحقات الحكام بتاعت كاس الرابطه السنه اللي فاتت، طب لما انا ما صرفناش كل ده، هلعب كاس الرابطه الجديد ازاي؟ يا جماعه ما ينفعش يا جماعه اللي احنا بنعمله دوت، وخاصه ان الانديه كلها دافعه مستحقات الحكام لغايه نهايه الدور الاولاني للسيزون دوت اللي احنا لسه بنلعبه، لعبنا فيه اول 3 اسابيع. طب الفلوس موجوده، ليه اعسف الحكام؟ ليه اعذبهم عشان ياخدوا مستحقاتهم؟ وبعدين اعمل مسابقه ثانيه وانا لسه ما قبضتش المسابقه كاس الرابطه بتاعت السنه اللي فاتت؟ بأي منطق؟ ونرجع، وانا بقول لكم هنرجع نقول بعد كاس الرابطه، هنقول لك انسوا كاس الرابطه اللي فاتت، واتقالت فعلا واترمت بالونه اختبار. خلاص يا جماعه كاس الرابطه السنه اللي فاتت دي خلاص دي يعني هديه من الحكام. لا ما ينفعش، الحكام تعبت وشقيت. ولا هتروح زي مستحقات الحكام بتاعت 2010 2011 اللي كانت الافات مؤلفه؟ لا. فانا بناشد لجنه الحكام وبناشد المسؤول عن الماليات في لجنه الحكام يكلم الاتحاد ويبدا يشوف مستحقات الحكام متاخره سواء في الدوري، بقيه الدوري اللي هي تمثل 70% من موسم الماضي، وكاس الرابطه بتاع السنه اللي فاتت، وازاي هبدا كاس الرابطه السنه دي وانا ما قبضتش كاس الرابطه العام الماضي. تمام؟ هنيجي نتكلم، احنا اتكلمنا على مستحقات الحكام، هنتكلم على في احساس كده وانا قلتها في بدايه الحلقه، في احساس كده حاسينه بتكبر بعض اعضاء اللجنه الرئيسيه. احنا عارفين اللجنه الرئيسيه كابتن تامر الدوري وكابتن احمد ابو العلا وكابتن محمد فاروق والكابتن ايمن دجيش، العميد ايمن دجيش. انا بس قبل ما اتكلم على التكبر عاوز اقول للناس اللي عماله تقول الكابتن محمد فاروق، طبعا الكابتن محمد فاروق قيمه كبيره وقامه كبيره جدا ويستحق طبعا واهل له ان هو يمسك رئيس لجنه حكام مصر، ولكن يا جماعه الراجل قائم باعمال مارك كلاتنبرج في الفتره اللي مارك كلاتنبرج هيسافر كاس يحلل مباريات كاس العالم. حد يقول لي طب يا كابتن ده وقته عشان برضه من ضمن التطوير يسيب طب يا جماعه ما كانوا بيبقوا ماسكين اللجنه وبيروحوا يشتغلوا في الامارات وبيروحوا يحللوا مباريات في السعوديه والمغرب وبيقعدوا بالشهور كلهم مش كلهم. اللي كان قاعد في الامارات قاعد شهر يحلل المباريات او يحاضر حكام وسايب حكام مصر اهو، واللي راح السعوديه برضه يحاضر حكام السعوديه قعد شهر، واللي راح المغرب. فالراجل ده راح يعني يا جماعه ده ايفنت يعني كبير، يعني فعاليه كبيره كاس العالم، ازاي ما يروحش جات له فرصه يحلل اداء الحكام؟ ما هو كل هو هيروح يستفيد وهيجي يجيب لنا كل جديد، فمش عايزين نهاجم عمال على بطال ونقول الراجل مسافر ومش مسافر. فطبعا في الفتره دي القائم باعمال مارك كلاتنبرج كابتن محمد فاروق، فهو ما مسكش لجنه ولا حاجه، ولكن هو قائم باعمال رئيس لجنه الحكام الفتره اللي هو هيغيب فيها مارك كلاتنبرج. طبعا بنتمنى التوفيق للكابتن محمد فاروق بقيه اعضاء اللجنه. نرجع لمرجوعنا وبنقول ان حاسين بتكبر وحاسين ان بدات نغمه زمان ما يردوش على حد وهو ده اللي عندنا واذا كان عاجبك والكلام ده كله. لا انا بقول لكم يا جماعه انتوا اخواتنا الكبار، عيب احنا كده مفيش جديد. هو الكرسي ده يا جماعه اللي بيقعد عليه خلاص بيبقى بيشرب شاي بالياسمين؟ لا، انتوا جايين عشان تخدموا الحكام، انتوا جايين عشان تعملوا صالح الحكام. خدوا بالكم خلاص احنا قلنا الفار قضى على الفوارق سواء الحكام او مساعدين. فالفتره اللي فاتت ديت انتوا دخلتوا قرايبكم ودخلتوا جيرانكم وبتعملوا حساب لاعضاء المجلس الاتحاد وبتعملوا حساب لرؤساء الانديه في الحكام. طبعا انا مش الحكام دول زمايلي وانا كنت حكم، ما فيش حكم والحمد لله رب العالمين مصري تشوبه شائبه ولا عضو لجنه، عشان برضه يبقى كلامه واضح، لا عضو لجنه ولا حكم من الحكام تشوبه شائبه. احنا بنتكلم برضه بيبقى فيه حته عمليات حسابيه. رئيس نادي لا انت بعتليش الحكم ده يا كابتن انا مش محظوظ معاه انا بخسر على ايده على طول، او ما بعتوش، او حكم ما كانش موفق في بعض المباريات، في مباراه مثلا كان رئيس النادي بتاعك قوي او رئيس لجنه قوي او عضو في الرابطه او عضو في اتحاد الكوره، فبيتوقف الحكم ده وبيقعد ممكن يبطل تحكيم اصلا. فارجوكم انا بقول بطلوا كبرياء وبطلوا تكبر. تمام؟ الكرسي مش دايم لحد، كرسي مش دايم، وخدوا بنصايح اللجان الفرعيه. انا بتكلم بقول لكم بطلوا تكبر. تمام؟ يعني دي نصيحتي
لاعضاء اللجنه الفرعيه، انا اقول بعض اللجنه الرئيسيه، بعض اعضاء اللجنه بدات الظهور حاله من التكبر والكبرياء عندهم، ان هم ما بيردوش على حد ولا بيعبروا حد، واللي في دماغهم بيعملوه. لا، ما هو انت مع احترامي، يعني مع احترامي، كنتوا انتوا ماسكين مناصب كبيره بحكم ان انتوا كنتوا كبار. لا، مع حكام الاقاليم لو خدت عشر اللي انتوا خدتوه، عشر من دعم اللي انتوا خدتوه، كانوا زمانهم في حته ثانيه. مع احترامي ليكم يا جماعه، احنا مش عايزين نتكلم ان انتوا اخواتنا واحنا بنفتخر بيكم، بس مش على حساب، يعني مش على حساب اخواتكم الحكام المتقاعدين او اعضاء اللجان الفرعيه. لا، كلنا عارفين ان انتوا كنتوا بتاخدوا امتيازات مش موجوده، ما بياخدهاش حكم اقليمي. فما تتكبروش على حد، ما تتكبروش على حد، وراعوا ربنا. ما ينفعش يبقى حكم في الدوري الممتاز 3 اسابيع يحكم 3 اسابيع، ما ينفعش يبقى حكم في الممتاز ب 4 اسابيع يحكم 4 اسابيع. هو مش طيار، ما احنا قلنا يا جماعه. وحق الناس اللي معاش رخص تاخد رخص ملعب.